هانتوما كما تتشوفوا اخوتي البسبوسه ديالنا كي جات تتجي من اروع ما يكون، والاساس ديالها هو الليمون والكوك والسميده. ما شاء الله تتجي غزاله، سهله واقتصاديه، تتوجد في دقائق. ما شاء الله. نبداو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمة الله. كيدايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في افضل الاحوال ان شاء الله. عيد مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبنات الوقت والرزق باذن الله، ويسهل على كل مسلم ولا يحرم شي مسلم من شي حاجه تيتمناها. بسم الله على بركه الله. اليوم البنات نقدم معكم واحد البسبوسه. اليوم ندير واحد البسبوسه ان شاء الله اقتصاديه. الليمون الحمد لله موجود، عندنا كاس ديال الليمون، كاس ديال السنيده، 4 كاس ديال السميده الرقيقه، 4 كاس ديال الزيت. عندنا السميده الغليظه سمحوا لي، عندنا 4 كاس ديال الزيت، عندنا 2 خمارات حمرين ديال 8 غرام، عندنا فاني، عندنا 2 بيضات، عندنا قريصه ديال الملحه، عندنا معلقه صغيره ديال الخل، والدقيق على حسب الخليط. بقاو معايا ان شاء الله. نبداو درت في المقادير. دابا درت 2 بيضات، قرصه ديال الملحه، فاني. دابا غادي نضيف السكر وغادي نخلط كلشي، حتى يذوب لنا السكر. غادي نحاول نضرب السكر ويذوب مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات انا ضفت كاس ديال الليمون، واحد القشره ديال الليمون حكيتها وضفتها، داكشي اش ما بان مبركتش على الكاميرا. المهم ضفت وقشور ديال الحامض ديال الليمون. دابا غادي نضيفو بعد ما خلطنا، غادي نضيفو الزيت، دابا غادي نضيفو السميده ديالنا، من بعد غادي نجيب واحد شويه ديال الكوك. انا غادي نجيب شويه ديال الكوك، غنخلط هادشي ونجيب شويه ديال الكوك ونرجع معكم ان شاء الله. تيجيبوا هذيك البسبوسه ولا اروع. غادي نمشي نجيب الكوك ونرجع معكم. هانتوما هما الكوك، ها هو القياس اللي درت. قد وقت السميده غادي نضيفو ان شاء الله. غادي نخلطو مزيان. دابا غادي يبقى لنا الدقيق والخميره. غنقول لكم شحال غادي زلنا ديال الدقيق. غنعبر بهذا الكاس هذا ديال الكوك، غنشوفوا شحال هذه هز لي القياس. والخمارات مازالين ما طفناهمش، هما هادو. هانتوما كما تشوفوا ضفت الكاس الاول، انا غنضيف حتى كاس نصف، ربع ديال الكاس. ضفت هانتوما 2 خمارات ديال 8 غرام. دابا غادي نخلطو، غادي نضربو الدقيق والخماره.
دابا غادي نخلطوا الخليط كامل. الا خصنا غادي نضيفوا الليمون ماشي مشكل، حيت كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق اللي معلقه صغيره ديال هانتوما عادي. هانتوما هذيك 4 كاس كملت الكاس كامل. دابا غادي نجيب واحد النص واحد اخر باقا شويه خفيفه. هانتوما كما تشوفوا باقا شويه خفيفه. هي راه غادي تقال. تنظن بركه 2 الكيسان بركه كافيين مع الكوك حتى هو تيشرب والسميده حتى هي تتشرب ما تتبقاش كما كانت. المهم غادي ندير المول بالزبده ونرجع معكم. هانتوما من بعد ما دهنت من بعد ما دهنت المول بالزبده درت له شويه ديال الدقيق، حيت ما عمرني ما جربته. انا باش نكتب على الله هذا المول ديال الدجاج ما عمرني ما جربته. ديال السيليكون راك شفتوه معايا، ولكن ديال الدجاج ما عمرني ما جربته. المهم حيت جديد خديته. المهم غادي ندير الخليط ديالي وغادي شعلت الفران راه تيسخن وغادي نرجع معكم. غادي نضيفو في المول ونرجع معكم باذن الله. هانتوما انا دابا ضفتها في المول. هانتوما دابا غادي نديرها في الفران ان شاء الله يسخن شويه. غادي نديرها فيه وان شاء الله نرجع معكم فاش طيب. ان شاء الله نرجع معكم باش نكملوا المراحل. هانتوما انا خلطت الليمون مع الكوفيتير ديال المشماش. هذا راه ولا تيتباع، راه ماشي قاصح. نقول لكم القوام ديالو ماشي طراف، ولا تيتباع دابا كاين تيدير 20 درهم. مبقاش هذا احسن من واحد تيكون سائل وما فيش المذاق. المهم دابا غادي نديرها معكم. خلطته الليمون كما قلت لكم. دابا حيت التليفون بدا تيخوالي من الشارج تينقص من الضوء. دابا غادي ندهنها كامله ونرجع معكم. هانتوما من بعد ما دهنتها دابا مزيان، دابا غادي ندير لها الكوك. واللي بغيتو كان عندكم كاوكاو ديروا، لا اللوز اللي بغيتو، ولكن الكوك تيجي مع الليمون تيجي واعر، تيجي رائع والله العظيم. الا تيجي غزال ما شاء الله. المهم البنات هذه هي كانت الكيكه ديالنا البسبوسه، تجي غزاله ورائعه. ان شاء الله غادي تبرد شويه وغادي نديرها هذا نوريها لكم.
تجي رائعه ولذيذه والله العظيم الا غير جربوها. هذيك السميده تتجيبها هي والكوك من الداخل تتجي ولا اروع والله العظيم الا تتجي غزاله. جربوها وما غاديش تندموا. دابا الليمون الحمد لله راه موجود. ونتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وان شاء الله ما تنساوليش واحد اللايك واحد الاشتراك والعواشة مبروكه مسبقا ان شاء الله. يدخل عليكم هذه الايام المباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزيق وهنا الوقت باذن الله. مازال ان شاء الله غادي نتلاقاو والسلام عليكم ورحمه الله. هانتوما البنات ما شاء الله البسبوسه ديالنا كي جات رائعه. نتمنى خوتي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وعيد مبارك سعيد والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه وشكرا لكم على الدعم ديالكم. جزاكم الله كل خير.